نسبه نجاح الميك اب معاكي كبروفيشنال ميك اب ارتست بنسبه 50% تقريبا بيعتمد على الفيديو ده. يعني انت لما تشوفي الفيديو ده انا اقدر كده اقول ان انت بروفيشنال ميك اب ارتست. يعني 50% من مشاكلك بتاعه البشره، تغيير ميك اب، بيسيح منك، بيحصل مشاكل، كل ده لما تتفرجي على الفيديو وتفهميه كويس اعرفي ان كده بنسبه 50% خلاص انت عديتي الجزء ده وانت خلاص ما عندكيش مشكله فيه. اللي بيكون باين لك حاجات بسيطه جدا اللي هو انت ازاي تطبقي ميك اب صح بس وخلاص، فدي بتبقى حاجات بسيطه جدا. وكمان لو انت عروسه او حد عادي عايز يهتم ببشرته 90% تقريبا مشاكل بشرتك هيتحل في الفيديو ده برضه. تابعوا معايا الفيديو ده للاخر هتستفيدوا منه كتير جدا جدا. ما ينفعش اكون ميك اب ارتست بروفيشنال وانا مش عارفه انواع البشره ومش عارفه اعرف كل نوع ازاي وبتخدع في البشرات. فطبيعي في الحاله دي بيحصل معايا مشاكل. بيصادفني كتير اسئله بلاقي ان في اسئله بتقول ان البشره بتغير مني، الميك اب بيسيح. حصل معايا مشاكل كتير، الميك اب كلام كتير جدا حصل في البشره دي. ما بنبقاش عارفين ايه المشكله او ايه اللي حصل او ليه بيحصل معايا كده، مع انها جايبه ماتيريال غاليه جدا بس مش عارفه ليه بيحصل معاها كده. هقول لك ليه بيحصل معاكي كده مبدئيا، لانك مش عارفه تقيمي نوع البشره ومش عارفه ايه اللي ليها او ايه اللي يناسبها. برده بتبقى بنوته او عروسه جايه تقول لي انا بجيب كل حاجه وبستخدم روتين لبشرتي وبهتم جدا ببشرتي، بس الفكره ان هي برده بلاقي فيها مشاكل وما بتترطبش وبلاقيها ناشفه، او مثلا بلاقي فيها مشكله او طلع لي فيها حبوب او طلع لي مش عارفه فيها ايه. فانا عايزه احل معاكم كل الحاجات دي. انا عندي 3 انواع من البشرات، لازم اكون عارفه كل بشره فيهم ايه سماتها او ايه هي البشره دي وازاي اميزها او ازاي اعرفها وازاي استخدم ليها حاجه مناسبه ليها. هعرفكم النهارده ايه انواع البشرات وازاي نعرفها وازاي نعرف كل بشره، يعني ما نتخدعش فيها ونعرف نميزها من البشره الثانيه. وبعد كده هعمل لكم فيديو ثاني لروتين كل بشره فيها. اول حاجه هنبتدي فيها اللي هي البشره الدهنيه. البشره الدهنيه دي من اصعب انواع البشرات اللي ممكن تتعاملي معاها. ليه؟ لان هي بشره سخيفه في معاملتها، يعني مش اي حاجه بتعرفي تتعاملي بيها معاها، وكمان ممكن تتخدعي فيها بسهوله. بتعرفيها ازاي البشره الدهنيه؟ لان انا عايزه اقول لكم ان معظم البشرات اللي عندنا فعلا بتكون بنسبه كبيره جدا هي بشرات دهنيه، وفي كمان بشرات بنتخدع فيها ونقول ان هي دهنيه وهي مش دهنيه، وده برضه هعرفكم ازاي او ليه. تمام. البشره الدهنيه عندنا اهم حاجه فيها بتكون الوايت بورز، اللي هي المسامات الواسعه فيها بتكون كبيره. المسام الواسعه دي بتكون واخده معانا المنطقه دي كده كلها. يعني بيصادفنا اوقات بشرات ثانيه بيكون فيها مسام، بس برضه افهمكم ايه البشرات دي وازاي نعرفها ان هي دهنيه او لا. تمام. اهم حاجه فيها ان البشره الدهنيه دي بتعدي معايا من سنتي ونص، يعني مثلا معايا لحد هنا كده دي مسام، لا لازم تعدي معايا ده المنطقه دي، يعني لحد سنتي ونص من هنا كده ما اقدرش اقول انها بشره دهنيه. بس لما تعدي سنتي ونص باقي المنطقه كده تلاقي فيها مسام، فدي كده هقول عليها بشره دهنيه. طبعا بالاضافه ان ممكن نلاقي هنا في دقنها في الجبهه ده كلها برده ممكن نلاقي فيها مسام. تاني حاجه بتلاقي مظهر البشره دي لامع، يعني معظم الوقت بتلاقي البشره بتلمع عليها دهون او عليها زيوت، عليها بتحسيها لمعه كده شويه. فدي بشره دهنيه، دي خلاص سمات اساسيه في البشره الدهنيه. ما ينفعش تكون بشره دهنيه ما فيهاش الحاجات دي. بس عايزين نميز ما بين الحفر والمسام، لان الحفر حاجه والمسام حاجه ثانيه. الحفر دي بتكون نتائج مشاكل ثانيه كتير هنتكلم عليها في فيديوهات ثانيه، لكن المسام بتكون نقط كده او نغزات كده صغيره، ممكن تكون واسعه وممكن تكون مش واسعه قوي، بس هي بتكون موجوده معانا في المنطقه دي كده كلها. زي ما اتفقنا لازم تعدي سنتي ونص من هنا ومن هنا من جنب النص كده، تعدي سنتي ونص لورا لباقي الخد، فده كده بشره دهنيه. بشره دهنيه ما فيها مسام كتير واسعه، او عموما مسام كتير، هي بتتميز بمسام كتير زائد بشره مظهرها لامع عليها زيت ودهون كتير، دي كده بشره دهنيه. طيب تمام. هننقل بقى على تاني بشره اللي هي البشره الجافه. البشره الجافه دي مش بيكون فيها مسام خالص، هي بعيد عن اي مسام خالص علشان ما حدش يتخدع فيها. بس في نقطه مهمه ممكن نتكلم عنها، ان في بعض البشرات الجافه ما بتستخدمش اي روتين ولا مرطبات ولا اي حاجه خالص، فبتلاقي البشره دي فيها عندها في منطقه النوز كده من هنا ممكن تلاقي فيها بثور او دهون صغيره، يعني في بثور كده صغيره فيها. فعشان ما تتخدعيش في البشره دي وتقولي ان هي كده بشره دهنيه، لا هي مش بشره دهنيه، هي بشره جافه، بس الجلد عمل كده عشان هو ما بيترطبش وما ما بتستخدمش اي روتين وما بتنضفهاش، ففي الحاله دي هو عمل لها نسبه بثور هنا او دهون بسيطه في المنطقه دي بس، لكن مش هتلاقي فيها مسام خالص بعد كده. كمان ممكن تلاقي البشره ملمسها خشن شويه مش مترطبه، غير على عكس خالص البشره الدهنيه، انت لو حطيتي ايدك عليها تحسي فيها ترطيب اصلا، لان البشره الدهنيه اساسا بترطب نفسها، غير خالص البشره الجافه. البشره الجافه ما بترطبش نفسها، هي بتحتاج عوامل خارجيه ترطبها، فاهمين؟ لان هي بشره جافه مفيش افراز دهون فيها، مفيش افراز زيوت ولا دهون ترطبها، فبالتالي هي بتكون عشان كده بنقول عليها جافه، ما فيهاش اي حاجه من الحاجات دي. البشره الدهنيه طبعا فيها كل ده، هي بتفرز دهونها وزيوتها لنفسها فبترطب نفسها، بس برضو بتحتاج ترطيب وليها روتين برضه، ده هنتكلم عنه في فيديوهات تانية الروتين فيه. فكده عرفنا ان البشره الدهنيه ايه مميزاتها، انها مسام ومظهر لامع وبتلاقي عليها دهون او زيوت كانك مثلا بتكوني حاطه سيرم او زيت عليها، فهي ده بيكون شكلها. البشره الجافه مش بيكون عليها خالص حاجه من الحاجات دي، بتلاقيها ناشفه، بس بيكون فيها بعض الحالات ممكن يكون فيها في النوز هنا بثور او دهون او مسام صغيره كده حاجه بسيطه، ده بيكون نتيجه ان هي ما بترطبش وما بتهتمش ببشرتها. تمام كده، دي بشره جافه. باقي البشره كلها بتلاقيها جافه ما فيهاش
ما فيهاش اي حاجه خالص، لا مسام ولا دهون ولا اي حاجه خالص من الحاجات دي كده بشره جافه. يبقى انا كده هميز البشره الجافه انها ما فيهاش اي مسام وما فيهاش اي دهون، ما فيهاش اي حاجه خالص، الا في بعض الحالات بتلاقي النوز بس اللي فيها. تمام. هنيجي بقى على البشره المختلطه، ركزوا جدا في البشره دي. يعني البشره دي بشره خداعه جدا، ممكن تخدعني ان انا اقول على البشره انها، ممكن تخليني اقول ان البشره دي دهنيه، ممكن تخليني اقول عليها جافه وانا مش عارفه اميز. فهقول لك ازاي تميزي البشره دي عشان دي اهم بشره ممكن تركزي فيها. البشره المختلطه يا جماعه هي نوعين اتنين مش نوع واحد. في بشره مختلطه مايله على الدهنيه، وفي بشره مختلطه مايله على الجافه. تمام. يعني ايه الكلام ده؟ يعني ممكن اقول في بشره دهنيه وفي بشره مختلطه دهنيه وفي بشره مختلطه جافه. ايوه في النوعين البشرتين دول. هنعرف ازاي النوعين دول؟ طيب مبدئيا هنلاقي في بشره مختلطه ممكن الاقي المنطقه دي كده كلها بالجزء ده كله مسام كده ودهون، دي بشره دي مختلطه دهنيه. النقطه دي تحديدا بعض الناس بتتلخبط فيها وبتفكر ان البشره دي دهنيه. يعني بلاقي تقييمات كتير جدا على البشره بتقول انا بشرتي دهنيه وهي بشرتها مش دهنيه اصلا، بس عشان النقطه دي، عشان هي شافت الجزء ده كده كده خلاص هو دهني، فهي قيمت ان ان البشره كلها دهنيه، ما شافتش غير ده بس، ما خدتش بالها ان باقي الجزء بتاعه باقي اطراف وشها او باقي وشها مش دهني، هو جاف. هي مش واخده بالها من النقطه دي. طيب البشره المختلطه مش هيعدي المسام غير يعني هنلاقيها في السنتي او سنتي ونص ده بس، مش هنعدي عقله صباع من هنا. لما تقيسي كده بايدك مش هنعدي عقله صباع من المسام، سواء هنا او هنا من جنب النوز من ناحيتين. بتلاقي بالظبط يعني عقل الصباع بس، ما بتعديش المسام اكتر من كده. دي بشره مختلطه مش بشره دهنيه. يعني كده البشره المختلطه الدهنيه بتلاقي المسام بتاعتها ما بتعديش عقل الصباع من جنب النوز من الناحيتين، ممكن نلاقي في الجبهه، ممكن نلاقي في الدقن برده في النوز. دي بشره دهنيه ودي بشره مختلطه دهنيه. تمام كده. طيب هنيجي بقى على البشره المختلطه الجافه، بتلاقي فيها ان الاماكن بسيطه جدا هي بس الدهنيه. يعني مثلا ممكن نلاقي النوز المنطقه دي، او نلاقي النوز بالنقطه بالجزء اللي تحت ده. فاهمين ان هو اماكن معينه بس فيها، يعني هنا او هنا بس هو ده اللي بيكون دهني وباقي البشره كلها جافه. ازاي بقى هنحدد نعرف انها يعني مختلطه جافه او مختلطه دهنيه؟ هنقول النقطه دي، يعني مثلا البشره المختلطه الدهنيه لما اعد الاماكن الدهنيه الاقيها اكتر من الاماكن الجافه، كده ايه؟ بشره مختلطه دهنيه. طيب لما اجي اعد الاماكن اللي في البشره والاقي المناطق الجافه اكتر من المناطق الدهنيه، يبقى كده بشره مختلطه جافه. تمام. يبقى انا كده حددت يعني ايه بشره مختلطه جافه ويعني ايه بشره مختلطه دهنيه. الاثنين مختلفين، وازاي اعرف الاثنين؟ فانا كده قلت لكم الفرق في الاثنين وازاي اعرفهم. تمام. طيب هنقول مع الوقت ممكن البشرات تختلف او البشره المختلطه البشره الدهنيه تتغير مثلا. في اوقات بيحصل كده. ممكن الاقي مره ان في بعض الاوقات بلاقي بشره دهنيه قلبت لبشره مختلطه نتيجه عوامل معينه. ممكن مثلا تكون البشره دي كان فيها حبوب او كان فيها مشاكل، وبعدين اخذنا علاج ليها مثلا ينشف الحبوب دي فقلبت، فالعلاج ده عمل لي ينشف لي البشره ووصلها معايا انها تكون مختلطه. يعني هلاقي فيها اجزاء جافه واجزاء دهنيه، فكده قلبت البشره مختلطه. ده وارد انه يحصل، مفيش اي مشكله فيه. طيب البشره المختلطه ليها مواسم. يعني بعض الاوقات طبعا بيكون ليها مواسم. يعني ممكن الاقي البشره مختلطه في الصيف تقلب دهنيه، بنسبه كبيره بتكون دهنيه في الصيف، وبنسبه كبيره بتكون في الشتاء بشره جافه. تمام. ممكن برضو في بعض الاوقات الاقي البشره على وضعها طول الوقت. يعني ممكن تكون مختلطه جافه على طول الوقت، وممكن تكون مختلطه دهنيه طول الوقت. دي حالات برضو، يعني هي مش قاعده اساسيه انها تقلب، لا هو وارد ده وده، في بعض الحالات بتكون موجوده. الحاجات دي كلها ركزوا فيها لان هي بتفرق معانا كتير. لو انت فهمتي الجزء ده وفهمتي الكلام اللي انا قلته ده، هتعرفوا ازاي تقيموا بشرتكم، فمش هيكون عندنا اي مشاكل في بشرتنا خالص. يعني لما تقيمي بشرتك وتعرفي ايه نوعها وتعرفي تتعاملي معاها، فهتلاقي نفسك خلاص بالتالي بتستخدمي روتين مناسب ليها، بتعرفي كل حاجه تناسبها فبتشتغلي عليها صح، فبالتالي مفيش اي مشاكل في بشرتك، مفيش حبوب، مفيش مشاكل، الدنيا كلها معاكي مظبوطه. كده انا شرحت لكم كل انواع البشرات او الثلاث انواع بتوع البشره بتاعتنا، وازاي نعرف كل بشره فيهم، ازاي نعرف ان البشره مشكلتها ايه، او جافه او مختلطه او دهنيه، فازاي هنميزها من بعضها. لو عندكم اي اسئله اكتبوا لي وانا هشرحها لكم او هرد عليكم على السؤال بتاعكم بالشرح المناسب ليه. بس اشوفكم على خير في فيديو تاني. هعمل لكم فيديو تاني ان شاء الله لروتين كل بشره، عشان نبقى خلاص عرفنا البشرات وايه الروتينات المناسبه ليها وكل حاجه تناسبها. يا رب اكون فدتكم في الفيديو ده. اتمنى لو انت عروسه تركزي جدا في الفيديو ده، ولو انت ميك اب ارتست تركزي جدا في الفيديو ده، لان عمرك ما هتكوني بروفيشنال ميك اب ارتست غير لما تكوني فاهمه الجزء ده. لو انت دخلتي كورس او دخلتي اي مكان واتشرح لك فيه او اتعلمتي فيه ميك اب وما اتشرحلكيش الجزء ده، فانت كده ما بقيتيش بروفيشنال ميك اب، ومش هتكوني ابدا. لان لو انت مش فاهمه ده فانت مش هتعرفي تقيمي اي بشره، انت هتكوني مجرد حد بيعرف يحط ميك اب مش اكتر. فانك تكوني حد بيحط ميك اب غير انك تكوني بروفيشنال ميك اب. يلا اشوفكم على خير فيديو جاي. باي باي.